ازاي تحقق اهدافك في 2026؟ من الاخر، كم مرة عملت قرارات للسنة الجديدة وبعد اسبوعين بالظبط كله طار؟ النهارده هنتكلم ازاي 26 ممكن تكون سنة مختلفة وقراراتك فيها تثبت بحاجة اسمها السمارت جولز. يلا بينا. يعني ايه سمارت جولز اصلا؟ سمارت مش كلمة، ده اختصار. سبيسيفيك يعني هدف محدد مش عام. measurable لازم الهدف يكون قابل للقياس. achievable لازم يبقى واقعي وتقدر عليه. relevant يبقى ليه معنى بالنسبة لك، مش مجرد ترند بتتبعه. وتايم باوند مربوط بزمن واضح. يعني مثلا بدل ما تقول انا عاوز اخس، تقول انا عاوز انزل 5 كيلو في 3 شهور بالرياضة والنظام الغذائي الصحي. كده يبقى سمارت جول. طب ليه اغلب القرارات للسنه الجديده بتفشل؟ حلو السؤال ده. الدراسات بتقول ان حوالي 80% من الناس بيبطلوا قرارات السنه الجديده في خلال شهرين. طب ليه؟ بيكون الهدف كبير عليهم او ملوش خطه، مفيش نظام متابعه، او مش مربوط بحاجه شخصيه ليها قيمه في حياتك. دماغ البشري بتحب الدوبامين من الانجازات السريعه، فلما الهدف يبان بعيد بنحس بالاحباط ونسيبه. طب اعمل ايه عشان ازود فرصة النجاح؟ في 3 استراتيجيات مدعمة بالعلم. اول حاجة، قسم الهدف الكبير لمراحل صغيرة. يعني بدل ما تقول هقرا 30 كتاب في السنة، قول كتابين في الشهر. اكتب الاهداف وخليهم قدامك. الكتابة بتزود التزامك بنسبة 42% حسب ابحاث علم النفس. نمرة 3، المحاسبة. شارك هدفك مع اصحابك، مع المدربين، او حتى على السوشيال ميديا. المحاسبة منهم دي بتضاعف فرصتك في النجاح. طب ايه الفرق بين الاهداف والسيستم؟ الهدف هي النتيجة اللي انت عاوز توصل لها. السيستم هو الروتين اليومي اللي هيوصلك. مثلا الهدف انزل 5 كيلو، السيستم همشي 30 دقيقة كل يوم واكل صحي. العلم بيقول لو ركزت في السيستم اكتر من الهدف، نسبة النجاح تعلى بكتير. طب ازاي اربط الاهداف بالقيم الشخصية بتاعتي؟ هنا السر الكبير. لو هدفك مش نابع لحاجة تهمك هتسيبه. مثال بسيط، واحد بيقولك انا عاوز اخس عشان احسن شكلي، ممكن يزهق بسرعة جدا ويبطل اي نظام غذائي. لكن واحد تاني يقولك انا عاوز اخس عشان احسن صحتي واقدر العب مع اولادي، ده يدي معنى ويخلي الالتزام اقوى بكتير. طب ايه الجديد في 2026 غير كل الكلام ده؟ الجديد انك هتتعامل مع الاهداف مش كقرار بداية سنة جديدة، لكن كمهارة حياتك. 2026 مش هتكون سنة القرارات اللي بتتفركش، لا دي هتبقى السنة لبناء العادات الذكية. والعلم بقى بيأكد الكلام ده. العادات الصغيرة المتكررة بتغير الحياة اكتر بكتير من قرار ضخم مش قادر تنفذه. يبقى الخلاصة يا جماعة، القرارات السريعة بتفشل، أما السمارت جولز مع النظام والمعنى الشخصي يدي نجاح مستمر. 2026 مش هتكون مجرد سنة جديدة، هتكون سنة النقلة كلها. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه السمارت جولز بتاعتك لسنة 2026. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ازاي تحقق أهدافك في 2026 من الآخر.